السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. النهارده يعني إيه جينا نبدأ معاكم اليوم من أوله، فالنور كان قاطع وكده، فقلت طب أشتغل أنا مع نفسي بدل ما تبقى الإضاءة ضعيفة وكده، وبعدين إيه على بال ما النور يجي يعني نكون نكمل مع بعض. النهارده هنعمل غدا شعبي. آآ هاعمل مسقعة وبطاطس. طبعًا عارفين قشرت الباذنجان ورشيته رشة ملح محترمة كده عشان ينزل المَيّة السمرا اللي فيه دي، وقشرت البطاطس هاحط لها رشة ملح هي كمان عشان تبقى طعمها مخرفش وكده. طبعًا أول ما بتقليهم بتطلعيهم على مصفى كده عشان خاطر ما يشربوش الزيت، ويبقوا كده مفرفرين من بعض مش لازقين كده ومش شاربين زيت. هنا زي ما انتم شايفين البطاطس شكلها مخرفش ازاي، يعني بيبان من غير صوت حتى، يعني الشكل بيبان بيدل ان هي ايه، مخرفشة. تمام. بس طبعا اليوم مش هيعدي كده طالما ان هو في اكل شعبي، فاكيد هنكمل الفيديو بحاجات تانية كتير. طب هنعمل غدا كده بس لا، وهنعمل كمان كرنبيت، بس يعني هو انا ايه، واخده الفيديو على السريع معاكم بحضر كل حاجه. شايفين ما شاء الله الكم بتاع العباية يعني عمال ياخد الزيت ويطلع معاه وينزل عند النار شويه، كل ده وانا مش واخده بالي خالص. يعني انا خدتش بالي لما جينا بقى ايه حطيت لهم الغدا وجيت اقعد كده لقيت ما شاء الله ايدي كلها زيت. العباية باظت يعني من الزيت. الشغل طبعا مستعجل مش عارفة أقول لكم إيه. كل يوم النور بيقطع، كل يوم بيقطع، كل يوم في ميعاد شكل. يعني الأول كنا متعودين لميعاد، فكنا بنظبط نفسنا قبل ما يقطع، وبعد ما يقطع بنعمل شغلنا يعني مظبطين نفسنا على كده. دلوقتي بقى بيقطع في مواعيد عشوائية كده فجأة، فبتشتغل يقطع تبقى نايم يقطع فجأة كده. المهم يعني قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله كله خير من عند ربنا. حمّرت كده إيه، يعني أول طرحة طلّعتها من البتنجان هاخلّيها على جنب كده عشان في ناس بتحب بتنجان ناشف، وهنعمل بقى طبق مسقعة على الضيّق كده. معايا كام فص توم، ومعايا قرنين فلفل. المفروض إن الفلفل اللي هاقطّعه في الطشّة بتاع المسقعة يكون فلفل حامي مولّع نار، بس أنا ما كانش عندي النهارده فلفل حامي، وكمان يعني يعني فضّلت كويس إن هو ما عنديش حامي عشان خاطر الولاد كلّهم ياكلوا إيه براحتهم. قطّعت الفلفل زي ما أنتم شايفين كده يعني طرنشات باينة، مش اللي هي صغيرة خالص. والثوم كده هاعمله على الناعم على السكينة كده بإيدي، وبعدين هادّيهم معلقتين زيت وأروح بيهم على النار. وإحنا بنقطّع الثوم كده قبل ما نروح بيهم على النار نذكر الله كده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعًا دعوة إخواتنا الفلسطينيين إحنا مش بننساها حتى لو ما قُلناهاش. فأكيد إحنا مش ناسيينهم. يعني أنا متأكدة إن كُلّنا قلوبنا معاهم، كُلّنا قلبنا بيتعاصر من المشاهد اللي بتحصل هناك، كُلّنا يعني حاطين نفسنا مكانهم. بس ربنا وحده يعني عالم إحنا بنتألم عشانهم قد إيه. بس فعلًا موضوع إن أنتِ تبقي آلة الحيلة أو ما فيش في إيدِك حاجة تعمليها بيبقى صعب والله يعني. هم ليهم حق إن هم لو أخدوا موقف من كل الشعوب فهم ليهم حق. لكن الأصعب إن أنتِ تبقي واقفة وحاسة إن أنتِ متكتفة. يعني كل يوم باطلب الدعا إن إحنا ندعو لهم كل فيديو وكده. ساعات باحس بالحسرة. عارفين لمّا تطلبي كده حاجة وأنتِ ما أنتيش عارفة إن أنتِ إيه اللي جاي بعد كده، ما أنتيش عارفة يعني هل هو الدعوة دي ده اللي أنا أقدر أقدّمه؟ هل هو ده أنا شايفة كده إن أنا باقدّم لهم حاجة؟ الله المستعان. يعني ما فيش في إيدينا حاجة نملكها يعني. ربنا وحده قادر على كل شيء، هو اللي قادر إن هو يفُك كربهم ويشيل الغُمّة دي من عندهم يا رب اللهم آمين، وينصرهم نصرًا عزيزًا كده يتعجب له أهل السماء والأرض. ويفُك كرب برضك السوريين والسودانيين، في بلاد تانية كتير يعني الواحد مش عارف يقول إيه. الحمد لله يعني ربنا يجيرنا من اللي بيحصل. هنا زي ما انتم شايفين كده ايه، انا خلصت الباذنجان فبدأت احط الفلفل البارد، وحطيت طرحة بطاطس تانية، وكنت حطيت طبعا الفلفل والثوم على النار واحنا بنسبح كده، ونزلت عليه بطماطم كنت ضربة يعني كنت مسبكاها كده 3/4 تسبيكة. اول ما تتسبك تاني كده هننزل عليها بحبة باذنجان وحبة شطة من اللي انا قلتهم. وهنا كده خلاص انا اللهم صل على سيدنا محمد. انا مش عارفة كانت دي اول بطاطس طلعتها ولا لأ، انا سرحت معاكم في الدعاء.
ويعني هنا الفلفل الكوبي ده أنا كنت باحمّره علشان كنت عايزة أعمله هشوة معيّنة كده، بس الوقت ما أسعفنيش فحشيته دقة عادية يعني. هنا أنا كنت خلّصت تقريبًا قلي البطاطس وهابدأ بقى نقلي الكرنبيط. وزي ما أنتم شايفين أنا نزلت بالباذنجان، باذنجان لونه حلو متوسط، لا هو أحمر غامق ولا هو فاتح أوي اللي يشوفه يفتكره ني، لأ هو لونه كده حلو أوي يعني مناسب جدًا المسقعة. لا مسقعة عادية جدًا، مسقعة بلدي لا فيها لحمة مفرومة ولا فيها بشاميل ولا فيها أي حاجة. هيتاكل أكل بعيش وأكل شعبي، فبما إنه شعبي فهو بيبقى على النظام القديم خالص. الفلفل الكوبي الكبير ده المفروض لو أنا هاقليه عادي كده باقطّعه، بس أنا كنت هاقليه عشان هاعمل له حشوة بخلطة معيّنة زي ما قُلت لكم إن الوقت ما أسعفنيش، فرُحت حاطة له رشة دقة عادية من بتاعة البتنجان عادية وخلاص. وطبعًا الكرنبيط كلّكم عارفين الخلطة بتاعته، يعني أحيانًا بنعملها كلّها بيض مع حبّة لبن وكام معلقة دقيق كده مع التوابل اللي تحبيها، وأحيانًا بنحط بيضة واحدة، أنا بالنسبة لي حطيت بيضتين مع حبّة لبن مع كام معلقة دقيق لحد ما بقى قوامه كده زي القوام الكريمي كده، وباحط التوابل بتاعته كمون وشطة وفلفل أسمر وملح، هي دي التوابل اللي أنا باحطها، أهم حاجة الكمون، طبعًا وأنا باسلقه برضك باحط ملح وكمون. بنحبه إحنا الزهرات بتاعته باقطعها صغيرة كده، يا إما باعمله يا إما باروح خالطاه كله في بعضه وباعمله زي قرص البانيه، بس النهارده يعني ما كانش في وقت فرُحت ماسكاه كده مقطعاه صغير بعد ما سلقته، وبقيت أحطه في الخلطة وأطلع بيه على الزيت على طول. يا ريت بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا من الفيديو متنسونيش من اللايك وشير والكومنت الحلو اللي بيشجعني، لو انتِ لسه ما اشتركتيش في القناة انزلي حالًا تشتركي في القناة عشان تكبري القناة ويوصلك مني كل جديد. حاسة إنه اليوم كده بقى اليوم بقى بيجري، الزمن كله بقى بيجري، السنة بتعدي، شهر بيعدي ورا شهر بسرعة، يوم ورا يوم، مش عارفة يعني إحنا بنبقى لسه بابقى حاسة إن إحنا النهارده الجمعة وبس ألاقي الجمعة جات وراه أقول ده إحنا كنا امبارح الجمعة، يعني بقينا تقريبًا كده يعني حاسة إن إحنا خلاص قرّبنا على يعني علامات الساعة الكبرى، يعني ما فيش بركة في الوقت، ما فيش بركة في أي حاجة، تحسي إن الدنيا كلّها بتجري من حواليكِ كده، كده، كده تَكّة يعني، إحنا من أول ما بنقوم الواحد بيبقى قايم ناوي يعمل، ويعمل، 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 وينزل ويروح وييجي ويجيب ويخلّي ويسوي، بُصّي يلاقي اليوم اتخطف منه أول ما باخش المطبخ وأعمل شغلانتين 3 كده في المطبخ، هوب خلاص. طبعًا برضك بيبقى في يعني الجري بتاع الصبح مثلًا كل واحد بيصحى لوحده في ميعاد، كل واحد بيفطر الصبح وهو نازل حاجة، اللي بيشرب حاجة خفيفة، اللي بياكل، اللي ساندوتش وكده، فتبُصّي تلاقي برضك إن ما فيش، بتحسّي إن حتى النوم ما فيهوش بركة، يعني الواحد يفضل طول الليل كده عايز يحس إن يبقى في وقت خاص بيه شوية كده بعد ما يعني خلاص باعتزلهم بعد ما كل واحد يخش مكانه، أخش مكاني بقى كده محتاجة أقعد مع نفسي شوية، أقعد أقلِّب كده في الفيس، أقعد أقرا حاجة، آآ بابقى عينيّا فيها النوم. بس مش عارفة يعني كل يوم أقول أنا غلطانة إيه اللي باعمله في نفسي السهر الكتير دوّة، بس ما فيش فايدة، هو يعني الواحد يتعوّد إنه محتاج يحس إن في وقت خاص بيه، ما يبقاش اللي هو مربوط في ساقية بس كده شغال طول اليوم، ولو إن يعني هو الشغل برضه الواحد بيتمنى إن الشغل دوّة كل خدمتي في بيتي لولادي وجوزي تبقى ربنا وحده اللي يأجرني عليها وتكون خالصة لوجه ربنا الكريم. ما علينا هنا خلاص المسقعة زي ما أنتم شايفينها لونها كان حلو ما شاء الله، كانت ريحة وطعم ما فيش بعد كده، والبطاطس لونها دهبي وحلوة، وسِبت برضه زي ما قُلت لكم حبة باذنجان ناشف للي عايز ياكل ناشف. كان زي ما أنتم شايفينه في الطاسة كان لونه حلو جدًا بدون ما أحط بيض كتير ولا أي حاجة، إحنا كنا دايمًا بنحط بيض كتير أوي، لأ هُم بيضتين أو بيضة، وفي أحيان كمان يعني في ناس مش بتحط بيض خالص بتحط اللبن ودقيق وخلاص، في ناس بتعمل خلطته بمَيّة أصلًا ودقيق وتوابل وكده، فزي ما قُلت لكم يا جماعة والله هي في الآخر لقمة وربنا بيحلّي لكل واحد زاده، يعني ياما شوية كلّفتِ ما كلّفتيش كُلّه أهم حاجة يبقى عندِك رضا، لو أنتِ عندِك رضا فكل حاجة هتبقى حلوة بالنسبة لِك وفي إيديكِ، وكل حاجة هتعمليها تحسّي إن أنتِ لها طعم مميز كده وشكل وريحة حاجة تانية خالص كده. كان زي ما أنتم شايفين كان لونه دهبي وجميل. النهارده اليوم دوّة يعني كان ساقعة فوق الوصف، عايزة أقول لكم إن كنت حاسة إن الغاز ذات نفسه طالع متجمد، النار هادية خالص، الكرنبيط خد مني وقت على النار
غريب يعني. أول مرة يعني أحس إن كنبيته أخد وقت طويل معايا أوي كده. طبعا كنا اتغدينا وزي ما قلت لكم نعباتي كانت كلها زيت، الكم دخل في الزيت كذا مرة وكده وأنا ما خدتش بالي. غيرت هدومي بعد ما اتغدينا وشربت طبعا الشاي وصليت وكده وهدينا شوية صلاة المغرب عشان كان أذن. ورحت قايمة ايه أعمل حاجة حلوة بقى، يعني جو الساقع دوت محتاج بقى كيك مع كوباية شاي، شاي بلبن، حاجة تدفي يعني. فقلت هنعمل صينية كيك للشاي، وهنعمل كان عندي باقي برطمان المربى كده، هنعمل باست فلاور صغيرة كده صينية على قدها. حطيت زي ما انتم شايفين كده 3/4 كوباية سكر. السكر الناعم دوت مش بيحلي قوي، ممكن لو هو بيحلي جامد لو انت عارفة ان هو السكر ده بيحلي جامد تحطي نص كوباية بس. انا حطيت 3/4 كوباية السمنة، المفروض بتحطي كوباية سمنة كاملة، انا حطيت كوباية الا حاجة بسيطة برضه. وهنحط بيضتين بس مش اكتر من كده. زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بضربهم في الخلاط، يعني نظرا ان اعصاب ايدي مش بتتحمل الفرق كتير يعني، وخصوصا ان كمان السمنه بتبقى متجمده شويه في الشتاء. فحطيتهم كده، مش كنت مطلعه البيض من بدري قوي عشان يبقى بدرجه حراره المطبخ وكده. فحطيتهم في الخلاط وشغلت عليهم لحد ما كل الخليط يمتزج في بعض. انا هنا هعمل صينيه البيستا فلاور صغيره، وصينيه الكيك بتاعت الشاي الصينيه الكبيره العاديه. بعد ما ضربت الخليط كده هننزل بيه كده بسم الله بالراحه كده في البوله. وكنت محضرة معايا الدقيق، كنت نخلة 2.5 كوباية. طبعا لو هي الصينية كبيرة هتحطي 3 كوبايات، أنا عاملة 2.5 كوباية، وهناخد منهم على حسب برضك واحدة واحدة. نخلتهم وحطهم في العلبة، وهنشوف احنا هنعمل ايه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا دايما البيكنج باودر حتى لو لسه شارياه بحب احطه في المنخل السلك كده، خوفا من إن يكون في أي تكتلات تبوظ لي الدنيا يعني. فهو من الأفضل إنك تنزليه على المنخل كده أو تعمليه مع الدقيق. هنبدأ بقى ننزل بالدقيق بتاعنا واحدة واحدة. أنا كنت حاطة الفانيليا في الخلاط مع الخليط التاني لحد ما العجينة تشرب معاكي وتحسي إن هي بقت إيه، بتبقى العجينة مايلة لعجينة البسكوت والبيتيفور شوية، بتبقى يعني هي بين السابليه والبوتفور والبسكوت، يعني تبقى كده عاملة كده يعني ايه. بس انا هنا حاولت ان انا اخليها تبقى يابسة شوية. لسه طبعا كنت عاملاه في فيديو تقريبا كان منفصل لوحده، يعني البيست فلاور. الحاجات دي كلها بقى بحاجة الشتا بقى باستمرار، بتبقي محتاجة حاجة في البيت جنب شاي، جنب كوباية شاي بلبن، بيبقى الجو ساقع محسسك ان انتي عايزة تاكلي حاجة مع حاجة سخنة، يعني تشربي حاجة سخنة وفي ريحة حاجة حلوة يعني. فنخلي بالنا يعني نقلل الحلويات شوية، نقلل السكر شوية واحنا بنعمل الحلو. اعملي براحتك بس قللي السكر شوية. شايفين العجينة ما شاء الله في ايديا طرية جدا يعني، دايبة دوب كده. طبعا بدخل حبة حبة بالدقيق، بنزل بيه حبة حبة علشان العجينة متنشفش مني مرة واحدة. خلاص انا كنت دخلت العجينة كلها مع بعضها. زي ما احنا فاهمين طبعا الصينية مش هندهنها حاجة لان العجينة كلها سمنة، عجينة يعني مش محتاجة. هنبدأ كده نفرد بإيدينا. ويفضل طبعا ان انتي في الكوباية كده يكون قعرها مستوي ولا حاجة، وتفردي بيها وبعد كده تظبطي بإيديكي. انا ببدأ بعمل بإيدي كده واحدة، بوسع العجينة كده، وفي الآخر هظبطها برضك بالبرطمان، يعني هكون خلاص ايدي وجعتني فهكملها بالبرطمان بتاع المربى. هو اللي كان في ايدي فرحت قالت له تعالى بقى كده، تعالى كده اما اكمل بيك لان ايدي خلاص خلصت. وبارجع برضك أساوي يعني هو تفضلي تساوي فيها كده عشان تديكي من تحت شكل مسطح. وبتحاولي وانتي بتبططي ان يبقى فيه حرف في الصينية كده ايه مع الحروف. طيب انا عاملة حاجتين يعني هعمل صنفين حلو. الاتنين طريقة السوا بتاعتهم غير بعض خالص، يعني البيست فلاور حط على اول رف تحت، وبعد كده بولع له الشواية.
الكيك بيستوي من أول للآخر، من أول دقيقة لآخر دقيقة في نُص الفرن. فهل أنا هاحطهم مع بعض؟ لأ طبعًا مش هاحطهم مع بعض، عشان كده أنا باخلّص البيست فلاور الأول هادخّلها، وبعد كده على بال ما أخلّص الكيك تكون هي استوت من تحت، هاحطها على الشبكة مع الكيك عادي خالص تاخد وِش. خدتوا بالكم أنتم إن مربة المشمش اللي أنا حاطاها على العجينة أقل من نُص البرطمان، هو ده اللي أنا كنت عايزاه. أنا مش عايزة حاجة حلوة زيادة عن اللازم، مش عايزة حاجة تجدع النِفس، وفي نفس الوقت كنت عايزة أشغّل يعني إيه، حبّة المربى دول لإن ما حدش هياكلهم، فقُلت يالّا حلو وخلاص نشغّله كده عشان يتسقّع ويتاكل يعني. طلعت ما شاء الله والله طلعت مضبوطة وتحفة ما شاء الله يعني ألف هنا وشفا على قلبهم. بقية العجينة بعد كده بابشرها زي ما أنتم شايفين على المبشرة، عايزة تعمليها شرايط أنتِ حرة، عايزة تعمليها قلوب أنتِ حرة. يعني أنا بالنسبة لي أنا باحس إن أفضل شكل في البيست فلاور اللي هو المبشرة، لإن هي أصلًا اسمها هريسة المبشرة أو كيكة المبشرة، وبتبقى شكلها حلو ظريفة عن الحاجات التانية، بالنسبة لي أنا يعني. لكن طبعًا كل واحد حُر يعمل اللي هو عايزه. بس إحنا اللي بنتفق عليه فيه مع بعض المكونات والمقادير، لكن الشكل النهائي ده بتاعِك أنتِ، ابدعي فيه زي ما أنتِ عايزة. بعد ما باخلّص كده جزئية العجينة اللي فوق، بابدأ أضبّط كده بصوابعي بحيث إن هو برضك يكون الشكل ما يبقاش فيه شكل عالي وشكل واطي أو حتت كده إيه، متوازية كده فيها، أنا عايزاها كلّها يبقى شكلها مسطّح كده. ويالّا على الفرن على طول كده عشان نلحق نعمل كده هي كمان. الخلاط في نفس الخلاط زي ما هو ما غسلتوش، لإن طبعًا عارفة إني هاعمل فيه حاجة تانية، هو كان فيه سمنة وبيض وسكر وبرضك أنا هاحط فيه نفس الحكاية. هنا حطيت 3 بيضات، اللهم صل على سيدنا محمد، حطيت 3 بيضات وهنجيب السكر بقى نعاير سكر كده أو نعاير اللبن الأول، عايزة أحط كوباية لبن، ده كيك شاي عادي جدًا ما فيهوش أي حاجة. أدي كوباية اللبن، وبعد كده هنجيب كوباية سكر. السكر هنا أنتِ ممكن تزوّدي، تقلّلي، أنتِ وراحتك خالص. حطيت السكر زي ما أنتم متعودين معايا، السكر مع البيض مع اللبن باضربهم الأول عشان أتأكد إن السكر داب فيهم قبل ما أحط الزيت. وأنا بعد ما ضربته كويس تمامًا كده كلّه دخل في بعضه، بقى هابدأ نحضّر الزيت عشان نحط الزيت. معايا هي هنا نُص مَج مش أكتر، هو نُص مَج، ولو خدتوا بالكم إن المَج من تحت مسحوب كده رفيّع، يعني هو إيه، أقل من نُص كمان الزيت. بيطلّعها جميلة وخفيفة ما فيهاش أي حاجة. طبعًا الفرن كده والع مش محتاج يتسخّن، هو كده فيه البيست فلاور. وهنا خلاص بقى أيام عليه أوي كده، يعني اختلط في بعضه كويس. هنبدأ ننزل بيه بقى في البولة برضك، نفس البولة اللي كنت عاملة فيها البيست فلاور. مش عايزة بقى المواعين كتير حواليّا، يعني كفاية إن أنا من ساعة الغدا كان في حاجات بتتقلي. اليوم اللي بيتحط فيه أكل الشعبي ده بيبقى مقليات كتير، بيبوظ لي البوتاجاز وبيبوظ لي الدنيا صراحة والله. نزلت بالخيط زي ما أنتم شايفين كله كده، وهابدأ بقى إيه، أحط الدقيق. كان معايا حبة دقيق مطحونين كده من باقي البيست فلاور حطيتهم منخولين، وهاحط 2 بيكنج 2 فانيليا الأول. وهنبدأ بقى أول حاجة زي ما قُلت لكم بالبيكنج باودر الأول، نزلت بكيس كده علشان أخلطه عليه، وبدأت أنزل بالدقيق واحدة واحدة. هنا الدقيق أنا مش معايراه، بس أنا قايلة لكم قبل كده إن الكيك بتاعي آخره خالص، آخره خالص كوبايتين وربع، كوبايتين ونُص، يعني هو بياخد معايا من حدود كوبايتين لكوبايتين ونُص. ال3 كوبايات دي أنا مش باحطها خالص،
ممكن ال3 كوبايات تطلّع معاكِ كيك ناجح بنفس المقادير، بس أنا مش باحط 3 كوبايات لإني باحس إن هي اتكتمت، أنا باحب الكيك تكون خفيفة كده، أمّا تاكليها ما تزهقيش منها، يعني تاكلي واحدة و2 مش نِفسِك تقفل منها، وأمّا تاكلي أول قطعة تلاقيها لكمتِك والكلام ده. وهنا فضّلت إن أنا أقلّبها بالمعلقة، أحس إن المعلقة بتجيبها كده بسرعة كده على السريع أحسن من المضرب. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. أنا ممكن باسجّل لكم الصوت أقسم بالله وأنا مش قادرة أفتح عينيّا، مش عارفة هو في إيه بالضبط في موضوع القناة ده. كل ما آجي أعمل أي حاجة للقناة أحس نفسي إن أنا مش قادرة خالص وفاصلة وعايزة أنام. يعني من ساعة ما قُلت لهم أنا هادخل أحضّر الفيديو أدمجه أو أدخّله أو أمنتجه أو، وأنا حاسة إن أنا عايزة أنام، أول ما أسيب التليفون النوم كل ده هيروح من عينيّا خالص ولا هاعرف أنام. جِبت صينية بقى معايا هنا كده وهادهنها برضك بقطعة سمنة كده، دي سمنة بلدي اللي هي البقري الصفرا دي. باحاول أوزّع طبعًا السمنة في كل الجناب كده تبقى كلّها مستوية زي بعضها، وبعد ما خلّصت بقى هادّي الخليط تقليبتين 3 كمان أفرّغ منه الهوا كده، ونبدأ ننزل بالخليط بتاعنا كده على الصينية على طول. يومنا كان طويل وساقع سقعة جامدة بجد يعني، الواحد كان لسه من كام يوم بيقول هو الشتا خلاص نسى إنه هييجي والّا إيه، اتفاجئنا كده إيه بسقعة فظيعة يعني السقعة الجو مش متحمّل إن الواحد يتحرّك من مكانه يعني. باحاول أساوي الكيك كده، وبعدين هادخل بقى بيها على طول على الفرن كده على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني. نخبطها خبطتين محترمين كده عشان نفرّغ الهوا اللي فيها. نشوف بقى بعد ما طلعوا من الفرن بيست فلاور هنا أخدت راحتها خالص، أخدت راحتها. الولاد بيحبوا وشها أحمر وبيحبوا تكون ناشفة شوية متنشفة، والكيك نفس الحكاية شايفين لونهم ما شاء الله لونهم ناجح جدًا ولونهم دهبي حلو كده. كيك هشة وخفيفة بدرجة مش ممكن تتخيلوها يعني. قطّعتها زي ما أنتم شايفين طبعًا كده، بارجع أقطّعها تاني مع التقديم علشان هُم بيحبوا مثلًا ياخدوها مع شاي بلبن أو مع شاي، فبتبقى قطع أرفع من كده. واضح جدًا طبعًا إن هي هشة وخفيفة من طريقة تقطيعها. يعني مجرد إن هاقطع قطع بس كده أوريكم الشكل والجمال والحلاوة، علشان خلاص يعني كنت في الوقت ده كنت فصلت خالص يعني. الbest flower بتتحدث عن نفسها يعني هي بتتكلم عن نفسها يا جماعة. سكرها قليل مضبوطة كده حلوة يعني السكر قليل بحيث إن إيه، ما حدش نفسه تجزع منها يعني تاكلي حتة و2 و3 وأنتِ مستحلياها خالص. وكمان حشوة المربى ما هيش كتير. الفيديو بتاعنا سهل وبسيط، شاركت معاكم اليوم بتاعي كله، أتمنى يكون إن الفيديو عجبكم، ونقول ميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.